الفرن الكهربائي بصراحة قعد 2 سنين وبعد كده بقت كفاءته قليلة. أسوأ قهوة شربتها أول ما جبت الكوفي ماشين. هاي يا بنات، ازيكم؟ وحشتوني قوي. النهاردة أخيرا الفيديو اللي طلبتوه مني كتير، رأيي في الأجهزة الكهربائية بعد الجواز. طيب تعالوا نبدأ بأول حاجة، التلاجة أنا جبتها بوش. بصراحة هي تحفة وكبيرة جدا من جوه. انا كنت رايحة في الاول على اساس اشتري التلاجة اللي ببابين، بس لما لقيت ان هي من جوه مقسومة، فحسيت ان هي صغيرة. لكن لقيت بوش دي حلوة قوي وبتشيل حاجات كتير جدا وكبيرة قوي من جوه وتحفة يعني، وبتحافظ جدا على الخضروات والفاكهة لوقت طويل. يعني ممكن الحاجة تقعد اسبوع في التلاجة وتبتدي بعد كده تدبل. هي 22.6 قدم، والساعة بتاعتها 641، فتحفة وأرشحها بقوة يعني. تاني حاجة الغسالة، أنا عندي غسالة هوفر 8 كيلو، بصراحة تحفة وبتاخد كمية ملابس جميلة جدا وكويسة، والبرامج فيها حلوة قوي، وفيها برنامج سبين ده يجفف لك الحاجة زيادة لو انتي مثلا مستعجلة وعايزاها تنشف أسرع. وفيها بروجرام كده حلو قوي 14 دقيقة بينجز بسرعة، وبعد كده لو هتعمليه سبين فالهدوم تطلع ناشفة أكتر. فلا هي مريحاني وحلوة قوي. نيجي بقى للديش ووشر، غسالة الأطباق، تحفة تحفة تحفة. ولو اي واحده قالت لك ملهاش لازمه وانتي محتاجه تشطفي الاطباق قبل ما تدخليها وانتي فلوسك هتبقي في الارض، دي هتبقى عدوتك. غساله الاطباق ايدي اليمين والشمال تحفه يا بنات، بتخليكي تلمي المطبخ في ربع ساعه، ربع ساعه بجد. ومعظم الحاجات بتدخل فيها، معظم الحاجات بجد. فلا هي جميله جدا وموفره وهتوفر عليكي طاقه ومجهود. خطيرة خطيرة خطيرة. أنا جايبة ميديا أو ميديا على حسب النطق يعني، 14 فرد، تحفة. أنا بس يعني مشكلتي معاها إن الحاجة مثلا بتطلع ريحتها مختلفة عن ما بغسلها في الحوض. هي مش بتبقى مزفرة قوي، بس في ريحة مختلفة لسه مش عارفة أعالجها. بس هي الفكرة إن هي بتلملي المطبخ كله، الحاجة بتطلع نظيفة حتى لو الحاجة دي لازقة في الصينية بتقدر تطلعها. وفيها كذا برنامج، خطيرة خطيرة خطيرة. جايبة بقى البوتاجاز كريازي 5 عيون، حلو والفرن بتاعه جميل. هو شغال معايا حلو قوي قوي. وكمان انا جايبة فرن كهربائي فريش. الامانة انا اول 2 سنين من الجواز كنت مبهورة جدا بيه، مبهورة جدا جدا، لانه بيسوي بسرعة وبيطلع الحاجة محمرة تحفة تحفة. بس هو قعد معايا 2 سنين بس، يعني بعد كده الشمع بتاعه بدأ يضعف، فأنا دلوقتي في مرحلة اني ادور على شمع للفرن الكهربائي. بس لو هتجيبيه مثلا شوفي ماركة غير فريش، وشوفي ريفيوهات اكتر عن ناس جايبة فرن كهربائي ماركة غير فريش، عشان هو بصراحة منجز عن الفرن بتاع البوتاجاز العادي. نيجي بقى لجهاز مهم جدا جدا، الاير فراير. انا الاير فراير بتاعتي فليبس، حلوة جدا جدا، وبقدر ان انا احط مية تحت الشبكة بحيث ان اسوي الحاجة بمية مش بزيت، بتخلي الحاجة تستوي حلوة قوي وما بتاخدش وقت وقوية. تحفة تحفة يا بنات، انا عجباني جدا. انا عندي بقى مايكروويف وانسا، هو الى حد ما شغال معايا وكويس قوي، لاني انا مش بستخدم في الميكروويف غير اني اسخن، يعني مش بفك حاجة فيه ولا اي حاجة، بسخن، فهو حلو قوي. نسيت اقول حاجه مهمه، ان الريفيو ده بعد 3 سنين جواز، انا مرضتش اعمله بدري عن كده عشان اعرف الحاجه بجد، واعرف هي بتشتغل وبتقعد ولا لا، عشان يبقى الريفيو صادق بجد. نيجي بقى للساندوتش ميكر، تحفه. انا جايباه معايا ساندوتش ميكر ووافلز وكمان ساندوتش عادي، فهو تحفه تحفه يا بنات، وبيخلي الحاجه جميله، ارشحه بقوه يعني. نيجي بقى لجهاز انا مكنتش متوقعه اني اتصدم فيه كده، وهو الكوفي ماشين. الكوفي ماشين انا ما سمعتش حد بيقول عليها ريفيو امين وصادق خالص، كله بيشكر فيها. انا مش بقول ان هي وحشه، هي حلوه قوي في القهوه السخنه، لكن انك تعملي بيها ايس كوفي لا، القهوه بتبقى طعمها متغير عن الانستنت كوفي اللي احنا بنستخدمها، النسكافيه جولد والنسكافيه بلاك والحاجات دي. انا مضطره الفتره دي استخدمها، لان احنا بنسمع ان النسكافيه جولد والنسكافيه بلاك والقهوه سريعه الذوبان في العموم يعني فيها مواد مسرطنه. بس انا كان فكري كله ان انا معليه الاكسبكتيشن بتاعتي، توقعاتي كانت عاليه ان انا هشرب قهوه ما شربتهاش في حياتي كلها من كتر ما الناس بتجيب تشكر فيها زياده.
فعايزه اقولك ان انت لو الميزانيه بتاعتك او البادجت بتاعتك ما فيهاش كوفي ماشين، ما تضغطيش نفسك وتجيبيها، لان هي برستيج بس، يعني هي مستوى بس كده. والدليل هتلاقي كل اللي عندهم كوفي ماشين في اوقات بيطلعوا في فيديوهات كده يعني يستخدموا النسكافيه بلاك والنسكافيه جولد عادي من غير مكنه القهوه او الكوفي ماشين يعني. فما تضغطيش نفسك وتفضلي تقولي لا انا لازم اجيبها، القهوه فيها وطعمها مختلف وكله بيقول. لا، مفيش حد بيقول ريفيو امين بصراحه. فانا بشوف ان الكوفي ماشين او المكنه بتاعت اوكا دي بشوف ريفيوهات حلوه قوي عنها وبسيطه كده واستخدامها حلو وبتعمل كذا نوع من القهوه. فشوفي الاول واعرفي انتي محتاجه تشتري ايه، متمشيش ورا التيار. ولو وصلتي لغايه هنا وليكي اي سؤال اكتبيلي، ما تتردديش. ولو حابه تسالي عن اي جهاز معين براحتك واكتبيلي، انا احب قوي اني اساعدك. وثانك يو فور واتشنج. ولو الفيديو فادك ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وتعملي لايك. ثانك يو فور واتشنج.